الاهلي ما طلعش هو المفسد بتاع الكوره زي ما كلكم بتقولوا وبترددوها اهو. كلنا سمعنا الخبر بتاع انتقال حامد حمدان لنادي بيراميدز من بتروجيت، وبتروجيت استلم فلوسه كاش كامله مكمله، على الرغم من ان حامد حمدان كان بيفاوضوا الاهلي والزمالك، وفي الاخر دخل بيراميدز خلص معاه وخده. انا موضوعي هنا مش مع بيراميدز، بيراميدز مبروك عليه اللاعب وخده، خلصنا من القصه دي. انا موضوعي في نقطه ثانيه خالص، ان الزمالك لما كان بيفاوض اللاعب والاهلي دخل عشان ياخد اللاعب، طلعوا قالوا لك ان ازاي وما ينفعش والكلام ده كله، وان الاهلي وحش، وان الاهلي هو فساد الكره المصريه، وان الاهلي معاه فلوس وبيضيعها وعمال يشتري في اللعيبه بتاعتنا وعمالين ياخد الصفقات بتاعتنا كيد، واي لعيب بنروح نفاوضه بياخده. طلع كل الكلام ده فاضي في الاخر اهو. يعني بيراميدز لما دخل ودفع اكتر من الاهلي ودفع اكتر من الزمالك، اشتراه واللاعب مضى معاه واعلنوا عنه وخلصت. ما شفناش اي حد يتكلم، كل الزملكاويه وقتها سكتوا، مفيش اي حد فتح بقه. انما الاهلي لما كان بيفاوض معاه بيفاوض، مش مضاه زي ما بيراميدز عمل. طلعوا اتكلموا ان الاهلي فساد، وان الاهلي بيفضي الزمالك، وان الاهلي عايش على نجوم الزمالك، وان الزمالك لما بيختار لعيب الاهلي بيخش يجيبه، وان الاهلي ما عندوش كشافه زي الزمالك. كل الكلام ده سمعناه وكل الكلام ده فاضي من الاخر. انت فين دلوقتي من بيراميدز لما دخل خد مننا اللعيب احنا الاثنين؟ ما اتكلمتش وكنت مبسوط وفرحان وبتقول اصل خلاص كده كده في بيتها، وهو راح فرع التاني بتاع الزمالك. يعني دلوقتي عادي لما دخل عمل فساد وخده، عادي لما الاهلي كان بيفكر طلعتوا الفساد ومش الفساد وان ازاي ده يحصل والكلام ده كله. ده بس فيديو بسيط بس يوضح لك العقليه بتاعت الجمهور الزمالك او نادي الزمالك اللي احنا المفروض بننافسه، والمفروض ده الغريم بتاعي. ما اعرفش انا غريم بتاعي وبيفكر كده ازاي.